هل تستخدم هذا العلاج؟ ايوه. ما انا جاي لك لسه. استخدمته. نعم. انا رحت شربت ابوال والبان الابل. في الاول نفسي جزعت يعني جزعت من اللفظ، يعني من هو البول يعني. اوكي. بس ده كان في قطيع متاخم للحضر. نعم. كان مرعى قرى. نعم. فكنت بنضع البول على اللبن ونشره. لما رحت بيئه بدويه، اظن كان الضبعه باين او حاجه زي كده، وبيت ليله هناك، فجابوا لي القطيع جاي من البر وجابوا لي كاسه البول، فرحت شاربها. تفتكر ايه اللي انا لقيته؟ شفت ميه الملح، يعني كوبايه وحطيت شويه ملح، لا في ريحه مقززه ولا منفره ولا اي شيء. تحلل اكل لحم الجن، واخرى تنهي النساء عن التبضع من بعض الخضروات، وثالثة تدعو إلى عدم ترويج أو تزويج الفلول. شهد عام 2011 بعض الفتاوى التي كانت محل استغراب وتندر واهتمام البعض. عام 2011 الحافل بالأحداث السياسية والكوارث الطبيعية ترافق وعلى الصعيد الديني بكم من الفتاوى الشرعية والدعوات الغريبة تارة والطريفة تارة أخرى. أحدث تلك الفتاوى كانت لأحد الدعاة المسلمين في أوروبا، والتي حرم فيها على النساء والفتيات ملامسة بعض أنواع الخضروات والفاكهة مثل الموز والخيار، بدعوى أنها ربما تؤدي إلى إغوائهن. وفي المغرب أثار الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث جدلا واسعا عندما أفتى بجواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة توا بعد إصداره لجملة من الفتاوى الجنسية الأخرى. من الناحية الشرعية لا نجد له مانعا نحرم عليه هذا الفعل، لأنها أصلا زوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الفعل مستهجن، هذا فعل مستهجن ولا غير مقبول ولا يليق به بأحد أن يفعله، ولا سيما في حالة الموت. وفي الصومال أصدرت حركة الشباب المجاهدين خلال شهر رمضان الفائت فتوى بتحريم أكل السمبوسة، بدعوى أنها تحتوي أضلاعا مسيحية تشبه أضلاع الثالوث المقدس المسيحي. في ظاهر جديد في المجتمع الايام من 20 سنه الاخرانيين، منهم الارهاب، منهم ظهور مش عارف ما يسموا بالدعاء الجدد، ما يسموا مش عارف ايه، تلاقي فتاوي غريبه زي بول الرسول، زي مش عارف، يعني المجتمع فيه بعض التغييرات عجيبه ما كناش بنقعد نفتي فيها كتير. الفتاوي كده. بس انا شايف يا ريس حكايه ارضاع الكبير برضه حاجات غريبه يعني. لا، من المشكله يعني انا تخيلت مره مثلا لو انا مش موجود ومراتي بتربع السواق عشان يطلع غريب زي بول الرسول، زي نحن لا ننكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. حكايه ارضاع الكبير برضه حاجات غريبه يعني. فكانت عائشه رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليها بتلك الرضع.